لما حد يجيب سيرة أفريقيا أول حاجة بتيجي في بالك هي المجاعات والأمراض والصحراء. طيب بص بقى، انت كده ما شفتش أفريقيا الحقيقية. أفريقيا فيها مناظر طبيعية تخليك تصدق إنها أحلى من أي مكان تاني، ومش بس مناظر طبيعية، دي فيها مدن متطورة جدا، منتجعات أفخم من اللي في أوروبا، وشعوب عايشة برفاهية بجد. في الحلقة دي هوريك أفريقيا اللي مش بتشوفها في الأخبار ولا حتى في أفلام الكوارث. بس في الأول بقى ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. لو في مدينة تقدر تغير الصورة اللي عندك عن أفريقيا فهي أكيد مدينة كيب تاون. المدينة دي مش بس من أجمل المدن في القارة، لكن كمان من أكتر المدن المتطورة واللي فيها رفاهية على مستوى العالم. كيب تاون موجودة في جنوب أفريقيا، وبتشوف منها المحيط الأطلسي والهندي، والمنظر هناك كفيل يخليك تحس إنك في لوحة فنية مش مجرد مدينة. أول حاجة هتشدك هناك هو جبل إيبل ماونتن. الجبل ده بقى أيقونة للمدينة، واللي الناس بتركب ليه الترفليك بيطلع بيهم لفوق الجبل علشان يشوفوا كيب تاون كلها من فوق. مدينة حضارية نظيفة جدا وخضرة ومباني جميلة. المدينة فيها أحياء راقية زي كامبس باي وكيلفتون، ودي مناطق لو دخلتها هتلاقيها كلها مليانة فيلل ضخمة وشواطئ بمستوى المنتجعات الأوروبية وكافيهات ومطاعم بتقدم أكل من كل بلاد العالم. البنية التحتية هناك متطورة جدا، شوارع واسعة ومتخططة صح، ومواصلات عامة منظمة، شبكات طرق بتربط بين المدينة وباقي أنحاء البلد، ومطار دولي بيستقبل آلاف السياح يوميا. غير كده المدينة فيها مراكز تسوق زي فيكتوريا أند ألفريد. المكان ده لوحده بيجمع بين التسوق والمطاعم والعروض الفنية. كيب تاون كمان فيها جامعات قوية جدا زي جامعة كيب تاون، واللي مصنفة من بين أفضل الجامعات في أفريقيا، واللي فيها مراكز أبحاث ومؤسسات دولية. والمدينة فيها اهتمام كبير جدا بالبيئة والطاقة النظيفة، وفيها أحياء كاملة بتشتغل على الطاقة الشمسية. يعني باختصار كيب تاون نموذج حقيقي لمدينة أفريقية حديثة بتكسر كل الصور النمطية اللي عندنا، وبتثبت إن أفريقيا فيها تطور ورفاهية وثقافة وسياحة بمستوى عالي جدا، وكل ده في قلب القارة مش براها. لو في مدينة واحدة في أفريقيا قدرت تنهض من تحت الركام وتتحول لنموذج يحتذى به في التطور والنظافة والنظام، فأكيد هي عاصمة رواندا، كيجالي. المدينة دي مش بس العاصمة، لكنها كمان بقت رمز لقدرة الشعوب على التغيير والتطور. حرفياً اتحولت من مأساة لإعجاز بعد الإبادة الجماعية اللي حصلت في التسعينات. النهاردة المدينة دي من أنظف عواصم أفريقيا، وفي قوانين صارمة جدا ضد رمي الزبالة في الشوارع، بدرجة إن استخدام أكياس الزبالة العادية ممنوع تماماً في البلد تقريباً من أكتر من 10 سنين. كيجالي مدينة خضراء، شوارعها هادية ومترتبة، وفيها تخطيط للمباني حديث جدا. العربيات ماشية بنظام، فيها أرصفة للمشاة، وشرطة المرور موجودة في كل مكان وبتشتغل بكفاءة عالية جدا. وعلى عكس الصورة النمطية عن أفريقيا، كيجالي فيها خدمات حديثة زي الإنترنت السريع، وفي مباني حكومية بنظام رقمي، ومراكز تسوق ومطاعم عالمية، ده غير الفنادق الضخمة زي ماريوت وراديسون بلو اللي بيستقبلوا رجال أعمال من كل أنحاء العالم. كمان رواندا تستثمر بشكل كبير جدا في التكنولوجيا وريادة الأعمال. المدينة فيها منطقة تكنولوجية اسمها كيجالي إنوفيشن سيتي، وده مشروع طموح جدا علشان يحول رواندا لمركز رقمي في القارة، وبيضم جامعات وشركات تكنولوجية ومراكز أبحاث حديثة جدا. والملفت في كيجالي مش بس البنية التحتية أو التكنولوجيا، لكن كمان الناس. الشعب هناك ودود جدا، بالإضافة إنه منضبط وحاسس بالمسؤولية اللي عليه، وده ظاهر في كل تفصيلة من تفاصيل الحياة اليومية في كيجالي. النهاردة المدينة ديت مثال حقيقي على إن أفريقيا مش قارة مجاعات وحروب وبس، لا دي فيها مدن بتقدم تجربة حضارية متكاملة، فيها أمل، فيها تنظيم، فيها رؤية للمستقبل. كل ده حصل في أقل من 30 سنة. واحد سيوة مش مجرد نقطة في الصحراء، دي واحدة من أكتر الأماكن الجميلة جدا في مصر ويمكن في العالم كله. في وسط الرملة وعلى بعد حوالي 800 كيلو من القاهرة هتلاقي سيوة، واحة معزولة لكن عمرها آلاف السنين ولسه محافظة على هويتها وثقافتها وطبيعتها البكر. أول حاجة هتحس بيها أول ما تدخل واحد سيوة هي الهدوء. الهدوء التام، مفيش زحمة، مفيش دوشة، بس فيه هدوء مش هتلاقيه في أي حتة تانية. البيوت مبنية من مادة اسمها الكريشو، وده مزيج من الملح والطين، وده كان الأسلوب المعماري القديم، بيخلي البيوت تبرد في الصيف وتدفى في الشتاء من غير أي كهرباء. سيوة كمان فيها تاريخ،
الواحة ديت كانت مركز مهم جدا في العصور القديمة، وأشهر حدث حصل فيها هي كانت زيارة الإسكندر الأكبر للمعبد الشهير ده، معبد آمون، علشان الكهنة هناك يعلنوه ابن الإله. وده حصل فعلا، والمعبد لسه موجود لحد النهاردة. في ناس في سيوة ليهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة، حتى لغتهم مختلفة، بيتكلموا لغة أمازيغية، وكمان العربي. اللبس والأكل والاحتفالات كلها ليها طابع خاص. وسكان سيوة معروفين بالكرم والبساطة، وأسلوب حياتهم بيحترم الطبيعة بشكل ملحوظ جدا. الواحة دي فيها حاجات مبهرة زي بحيرات الملح، واللي بقت دلوقتي وجهة سياحية عالمية بسبب لون المياه الشفافة بشكل خرافي، واللي الناس بتسافر مخصوص علشان تعوم فيها. وكمان عين كليوباترا، ودي عين مياه طبيعية جدا بتتقال عنها أساطير، والناس بتروح تستحمى فيها من كل أنحاء العالم. والمميز أكتر المنتجعات البيئية هناك، مبنية بالكامل من مواد طبيعية من غير كهرباء صناعية، وبتقدم تجربة صفاء تام مع الطبيعة. لكن بالنسبة للسياحة، فواحة سيوة دلوقتي بقت من أهم الأماكن السياحية والبيئية والعلاجية في مصر. الناس بيجوا لها من أوروبا وآسيا عشان يستفيدوا من الرملة والعلاج والمياه الكبريتية اللي بتساعد في علاج أمراض الجلد والمفاصل. سيوة مش بس مكان تتفرج عليه، سيوة تجربة هدوء، نقاء، تاريخ، ثقافة وروح مش هتحسها في أي مكان تاني. ويمكن الواحة دي بتثبت لك إن مصر مش بس أهرامات ونيل، مصر كمان فيها سيوة، ودي لوحدها كفاية تفتح لك بواب العالم تاني. جزيرة زنجبار مش بس مجرد جزيرة استوائية، دي حكاية لوحدها ما بين التاريخ والثقافة والطبيعة اللي ممكن تاخدك في لحظة من الواقع لعالم تاني. الجزيرة دي في المحيط الهندي على بعد حوالي 50 كيلو من ساحل تنزانيا، وبتعتبر واحدة من أجمل وأهم الجزر في قارة أفريقيا، واللي فعلا بدأت تشد أنظار السياح في السنين الأخيرة. أول حاجة هتلاحظها لما توصل الجزيرة ديت هي لون المية. الشواطئ هناك مش زرقاء وخلاص، لأ، دي فيها درجات الأزرق ما بين الفيروزي والسماوي لحد اللون الشفاف اللي يخليك شايف قاع البحر كأنك بتتفرج من إزاز. والرملة هناك لونها أبيض كأنها دقيق. كل ده وسط النخيل وجو استوائي دافئ طول السنة. لكن زنجبار مش جمال طبيعي وبس، الجزيرة دي كانت في يوم من الأيام مركز تجاري ضخم، خصوصا في القرن ال19 لما كانت تحت الحكم العماني وبعدها الإنجليز. علشان كده هتلاقي تأثيرات عربية وإسلامية واضحة جدا، سواء في العمارة أو في أسماء الناس أو حتى في ريحة البهارات اللي مالية الأسواق. واحدة من أشهر المناطق هناك هي المدينة الحجرية، ودي منطقة قديمة جدا مصنفة كموقع تراث عالمي من اليونسكو. الشوارع دي ضيقة والمباني فيها بوابات خشب منقوش عليها زخارف إسلامية، وفيها جوامع صغيرة وكنايس وسوق وقصور شكلها قديم زي بيت العجائب وقصر السلطان. المكان دوت كأنه متحف مفتوح، بتحس كأن الزمن في المدينة دي وقف من قرون. والجزيرة دي كمان معروفة بأنها جزيرة البهارات، لأن التربة والمناخ هناك ممتازين جدا لزراعة حاجات زي القرنفل وبوز الطيب والقرفة والفانيليا. السياح هناك بيروحوا رحلات مخصوص علشان يلفوا في مزارع البهارات ويعرفوا أكتر عن الزراعة القديمة. وبالنسبة للجانب البيئي، الجزيرة بتحافظ على محميات طبيعية زي جوزاني فورست اللي فيها أنواع قرود نادرة زي القرد الأحمر. وكمان الجزيرة دي فيها دايفنج بيكون وسط الشعب المرجانية. لكن بالرغم من كل دوت، زنجبار جزء من تنزانيا، لكن عندها نوع من الحكم الذاتي. ثقافتها مختلفة ومتميزة جدا، مزيج ما بين أفريقيا والعرب والهنود والمسلمين، وكل ده بيظهر في لبسهم وأكلهم ولغتهم اللي هي السواحلية. يعني زنجبار مش مجرد وجهة سياحية وبس، دي بوابة لثقافة كاملة فيها أصالة وهدوء وسحر خاص، وهتفضل علامة لكل واحد راحها، لأنه مش بس راح شاف مكان جميل، ده عايش تجربة مش شبه أي مكان تاني. في أماكن لما تزورها تحس إنك واقف قدام عظمة، وفي اللحظات دي بتبقى فعلا واقف قدام جمال طاغي. وده بالظبط اللي بيحصل أول ما تقف قدام شلالات فيكتوريا، ودي واحدة من أعظم عجائب الطبيعة في العالم، واللي بتفصل ما بين دولتين في أفريقيا اللي هي زيمبابوي وزامبيا. الاسم الأصلي للشلالات دي عند السكان هو الدخان اللي بيرعج، والاسم ده مش جاي من فراغ، لأن صوت المية اللي نازلة من على ارتفاع حوالي 108 متر بيعمل هدير ممكن تسمعه من على بعد أكتر من 40 كيلو. وكمان البخار اللي بيطلع من قوة السقوط بيعمل سحابة شبه الدخان. فعلا تحس إنك واقف قدام معجزة بجد. الشلالات نفسها مش شلال واحد، ده نظام كامل من الشلالات، واللي بيمتد لأكتر من 1.5 كيلو عرض، يعني منظر بانورامي عملاق من المية وهي بتسقط من فوق الصخور. وفي موسم الفيضان
كمية المية اللي بتعدي من هنا بتوصل لحوالي 500 مليون لتر في الدقيقة الواحدة، حاجة فوق الخيال. لكن الجمال مش بس في الحجم، لا، المنطقة اللي حوالين الشلالات دي عبارة عن غابة استوائية خضراء كلها حياة وطيور نادرة وقرود وفراشات بألوان ما تتوصفش. وممكن تشوف المشهد الجميل دوت سواء من زامبيا أو من زيمبابوي، واللي بتقدر تخليك تشوف الشلالات من أكتر من زاوية مختلفة، وكل زاوية أحلى من التانية. والأجمل من كده إنك ممكن تركب هليكوبتر تطلع فوق الشلالات وتشوف المنظر من السماء، أو تجرب حاجة اسمها الديفلز بول، وده حوض طبيعي صغير بيكون على طرف الشلال تقدر تنزل فيه وحرفيا تبقى على بعد سنتيمترات من السقوط في الفراغ. تجربة خطيرة لكن آمنة جدا، بس المهم إنك تكون مع مرشد محترف. شلالات فيكتوريا مش مجرد مكان تتصور عنده، دي تجربة كاملة بتخليك تراجع مفهومك عن الجمال والطبيعة، وتفهم إن أفريقيا فيها منابع رهيبة للطاقة والجمال. وكل ده مش كلام وخلاص، دي شهادة لكل واحد راح ورجع ومش قادر ينسى اللحظات اللي قضوها هناك. الخلاصة، أفريقيا مش بس قصص فقر ومجاعات زي ما الإعلام أحيانا بيصدر لينا. أفريقيا قارة فيها حضارات وجمال وتطور وثروات، بس محتاجة اللي يشوفها بعين تانية. في الآخر بقى، لو الحلقة عجبتك وغيرت وجهة نظرك عن أفريقيا حتى ولو بنسبة بسيطة، اعمل بقى لينا لايك وشير واشتراك في القناة، وسيب لينا تعليق تقول لينا إيه رأيك في المحتوى اللي احنا بنقدمه. واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.